لو سمحت يا مولانا، هو اللي بيحصل دلوقتي من تشويش في الفكر من خلال وسائل الإعلام وبعض المثقفين ده طبيعي؟ طبيعي طول عمره على فكرة، بس البلوى بتاعت عصرنا الانتشار. ما هو ما كانش فيه زمان تلفزيون داخل في كل بيت، كان اللي يحب يعمل الدوشة دي يعملها في دوار العمدة، يعملها تحت شجرة الصفصاف، يبقى معاه 5 10 بتاع. لكن النهاردة الناس كتير، لكن هو نفس العقلية ونفس الكيفية ونفس الخطة موجودة مستمرة عبر القرون، ومنها خرجت الخوارج والقدرية والمعطلة والمرجئة، خرج كل الفرق. من هي المصيبة دي؟ انه كل واحد عايز يتكلم من غير علم، واهم علم تفهم به الشريعة اللغة العربية. واللغة العربية ده علم مش فصاحة، الفصاحة دي حاجة تانية. قطري بن الفجاءة كان فصيحا، انما كان اماما للخوارج الازارقة، وبها سميت قطر. قطر دي نسبة الى ايه؟ الى قطري بن الفجاءة. فقطري بن الفجاءة نازل قطر، فاصبحت الخوارج في قطر. والغريب ان المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الامارات. حاجة غريبة، كأنها جينات تتوارث، وان التاريخ قاعد يعيد نفسه. فذهب الحجاج وارسل له رجلا فقتله في طبرستان. كان فارسا وكان فصيحا وكان شاعرا قطري بن الفجاءة هذا، وسميت قطر قطر عليه لأنه فر إليها من العراق. كانت جزيرة ما فيهاش حد، وهو أصل آل ثاني دول. فصعبان عليهم يا عيني إلا أنهم يكونوا ولاد قطري، وهكذا. وياما هنشوف يوم من الأيام الجماعة الخوارج دول أتعبوا الدنيا من 37 إلى 81 هجري، وقضي عليهم تماما. الراجل القطري ده مات سنة 79 هجري، بعد سنتين قضي على الخوارج تماما. فقدامنا سنتين اهو. ما هو قطري اهو. قطري ايه؟ ابن الفجاءة يعني. راح في داهية. قطري ابن الفجاءة. احفظوا علشان انا هنشوف ايه الحكاية دي. فاللي بيحصل دلوقتي طبيعي جدا جدا، وبشركم انه كان في كل الاديان. كان في اليهودية والمسيحية نفس الوضعية دي. الكلام بغير علم ينشئ فرقة. ادي الحكاية. وفي فرق بين العلم وبين الكفاءة. في واحد كفء كده فصيح لطيف مش عارف ايه، ده ما يعملش حاجة، ده مش عالم. في فرق بين العلم وبين الكفاءة. عنده كفاءة، ظريف لطيف، لكن ما عندوش علم.